انا رايحه اجيب اكل عشان جعانه جدا، بس بص لقيت السما تحسوها 3 الوان، يعني هنا لون، هنا لون، هنا لون، اللونين. الجو هوا شويه. احنا في الربيع، هو مش برد، هو منعش، يعني هوا منعش. كان في مطر بس دلوقتي مفيش حاجه يعني. نروح اجيب اكل عشان خلاص مش قادره. دي حلال، ما فيهاش حاجه تتاكلش يعني، حلال حتى ما فيهاش لحمه. 오늘만 2번이나 낚은 거야? 아유 진짜 좀 불성적으로 좀. 아유 خير. انا امبارح جبت كيك عشان افطر بيه، عشان ما عنديش حاجه افطر بيها. لقيته فيه كحول او واين يعني. انا نزلت عشان اجيب حاجه افطر بيها، عشان مش قادره. مش هعرف اكمل اليوم كده. الجو حلو قوي، بس كانت في ريحه رنجه من شويه. بس جبت المحل كله. راح افطر الى الكلاس متاخره، بس بلا يهمني عادي. جبل مميت. يا سيدي، صباح الخير. بصوا كمان لسه موجود، انا لسه صاحيه، بس الجو شكله حلو قوي، الشمس كمان حلوه قوي، السحاب. هصلي واعمل فطار، اعمل قهوه وعندي بسكوت تاكل بيه، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. مش عارفه لسه، مش مخططه لسه هعمل ايه، بس انا كده كده عندي محاضره يعني، فهنشوف كده. هعمل قهوه. شايفين علبة القهوة اللي قد ايه؟ انا جايبة واحدة تانية، بس هخلص دي بعدين ابدأ في التانية. انا بصب كده يعني. سوري على المنظر. زي الفل عادي. ولا في اي حاجة، ولا كأنكم شفتوا حاجة. سكر. العلبة دي كنت جايبة حاجات فيها زي البسم سليم والبقسماط كده، كانت حلوة قوي، بس انا استخدمت العلبة ان انا احط السكر هنا، مكيش الاكسترا. برضه بحطه كده برضه. تواضعوا يا جماعة، تواضعوا عن اللي انتوا بتشوفوه ده. ما علينا. انا كنت عايزة اتكلم عن الصعوبات اللي واجهتني في كوريا هنا من اول ما جيت. بس يعني يعني من كترهم انا مش عارفة اقول ايه. مش من كترهم، هو يعني الواحد مش عاوز يبقى سلبي قوي، بس في حاجات كتير لازم ناخد بالنا منها يعني. او في حاجات، هي الحياة مش كلها وردي زي ما احنا متخيلين او كنا متخيلين ان احنا لما نيجي كوريا هنبقى نشوف بقى دنيا وردي، وهنشوف الممثلين وهنشوف المغنيين والحاجات دي كلها. مفيش الكلام ده يا جماعة، مفيش الكلام ده.
مش هتشوف حد. انا مشغله الاذكار يعني هوطيها شويه عشان بس في قران وكده. كوريا مش وحشه، بس في حاجات كتير مش هتناسبنا. يعني مثلا ان هما يعني في كل حته هتلاقي في لحم خنزير وكده، وفي كل حته هتلاقي في كحول، في كل حاجه يعني عموما حتى في الاكل. ده عادي يعني، انت المفروض تتأقلم على حاجة زي دي، وتتأقلم على ثقافة الشعب اللي انت جاي له، وتتأقلم على ان انت جاي لناس ثقافتهم مختلفة عننا. فما تتصدمش قوي بالموضوع ده، يخليك متفتح، خلي عقلك متفتح، ما تمشيش مثلا متضايق ان انت شامم ريحة بورك او ريحة خنزير، شامم ريحة كحول في كل حتة. خلاص يعني انت جاي بلد، فتأقلم ان انت جاي في بلد مختلفة، ثقافة مختلفة عنك، فتفتح يعني عشان ما تشوفش مشاكل او تعيش نفسك في مشاكل ملهاش اي لازمة يعني. بس احد الصعوبات اللي واجهتني في كوريا الاكل. انا اول ما جيت كان الموضوع صعب قوي بصراحة يعني. كل الاكل كان فيه تيجي كوكي اللي هي لحمة الخنزير، كل الاكل فيه لحمة او فراخ. وانا يعني في ناس تيجي كوريا تاكل لحم وفراخ عادي حتى لو في النودلز او كده. انا مش عارفة هي مصدرها حلال ولا حرام، فانا ما باكلهاش خالص. يعني اي نودلز، اي اكل فيه لحم بقري او لحم او دجاج انا ما اعرفش مصدره او مش مكتوب عليه حلال، انا مش باكله. هقول لكم ليه. يعني انا عندي سبب ان انا ما اعرفش مصدره، وفي نفس الوقت انا عندي مكان هنا قريب مني بيبيع اكل حلال، يعني بيبيع لحوم حلال. فهو انا عندي بديل. فليه اروح ان اكل حاجه مش حلال الا لو كنت مضطره. يعني مثلا الناس اللي عايشين في سول او عايشين في مكان في كوريا ما فيهوش اماكن حلال، عشان يجيبوا اماكن حلال بيسافروا، فالموضوع هيبقى صعب عليهم وارهاق وما ينفعش. واحنا اصلا في المنحه او حتى اللي جاي من غير منحه يعني اكيد هيبقى مرهق، اكيد هيبقى تعبان، فهيروح مسافه سفر عشان يجيب تكلفه ووقت وحاجات كتير. ففي ناس عشان مضطرة تاكل. لكن انا عندي مكان هنا قريب مني بيبيع لحمة حلال، فانتوا اكيد فاهمين قصدي. يعني مش هاكل لحمة انا معرفش مصدره حلال ولا حرام، فطالما انا عندي البديل. بس هو اي نعم انا كمان مش ضامنة البديل ده هو حلال 100% ولا لا. بس هما اللي هيشيلوا الذنب، هما كاتبين عليه حلال 100%، فخلاص هما اللي شايلين الذنب مش انا حاولت، انا اجتهدت ان انا اكل حاجه حلال، هم بقى اللي هيشيلوا الذنب مش انا. بس ان شاء الله يعني يكون حلال 100%. وهو بيبقى مكتوب عليه مختوم. بس يعني مش عارفه انا دخلت في تفاصيل غريبه بس مش غريبه ولا حاجه، بس يلا نرجع للموضوع. المهم هو الاكل ان انا جيت مش باكل كتير، معلش هجيب بسكوت عشان افطر. ان انا ما كنتش جايبه اكل معايا كتير، ف تعبت شويه في اول ما جيت عشان ما كنتش فاهمه قوي اعمل يعني المكان اللي بيبيع حلال ده اروح فين. انا كنت جايه الحمد لله فاهمه كوري يعني، انا بقالي كتير بذاكر كوري، بس لما جيت هنا بدات من الاول. ما تسالونيش ليه، هي غلطه بقول لكم عليها بعدين. بس رحت، ما كنتش عارفه اروح المكان اللي بيبيع لحم حلال ده ازاي. وبرضه ما كانش عندي فلوس كافيه ان انا اقعد اصرفها بقى في لحم وفراخ وكده. يعني احنا اول ما بنيجي من المنحه بنيجي بفلوسنا، بفلوس معانا يعني، على ما هم يصرفوا لنا الشهر بتاعنا او على ما ينزلوا لنا الفلوس، لان الموضوع بياخد وقت شويه، لان لازم نعمل حساب بنكي، ولازم نخلص شويه اوراق كده في الاول، ونعمل اليان كارد اللي هي الاي دي او البطاقه بتاعتنا في كوريا يعني.
فلازم نعملها الاول وبعدين نعمل البنك اكاونت وبعدين ينزلوا لنا الفلوس. ف هيكون فالموضوع ده يعني اثر معايا شويه في الاول، وبقيت مش عارفه اكل ايه، غير ان انا الاكل اللي كنت جايباه معايا معظمه باظ في الطريق، لان انا سافرت 3 ايام عشان الطياره اتاخرت. ف يعني حصل حاجات كتير كده لخبطه بسبب الاكل. تاني حاجه بخصوص الاكل، يا جماعه اكلهم كله مسكر، سكر عباره عن سكر. انا مش عارفه يعني البسكوتة دي استنوا مش عارفه كميه السكر اللي بيحطوها في اكلهم دي بجد. يعني هما تقريبا عندهم فائض من السكر فمش عارفين يودوه فين فبيحطوه بيحطوه في الاكل بطريقه غريبه بجد. اي حاجه باكلها بلاقيها مسكره. المخلل الخيار، عسل، كانهم حاطين عليه سيرب، كانهم حاطين عليه شربات، عسل، اي مخلل. يعني حتى الكيمتشي بيبقى مسكر، هو حار بس هو مسكر. فيعني مخلل الفجل اللي كنا بنشوفه في الفيديوز والحاجه دي مسكر. ف يعني انا جالي يعني سكري عالي من كتر قله الاملاح. انا انسانه احب المالح، انا انسان مالح بطبعي، فانا عايز حاجه مالحه. يعني ابوس ايديكم ادوني اي حاجه مالحه. يعني اقول لكم، عشان الاقي الشيبس ده الوحيد اللي مالح شويه في كوريا. يعني انا مش عارفه اقول ايه ده لما لقيته فرحت قوي بجد لما دقته ولقيته مش مسكر. حتى وانا بجيبه خايفه، يعني بقيت خايفه اجيب الحاجه تطلع مسكره فيغم عليا بقى من كتر السكر كده كتير. فبس هو مشكلته من كل حاجه مسكره. دي عملت لي صدمه. انا ما كنتش متخيله ان يعني كنت بشوف الفيديوهات بتاعه الاكل وال ASMR والموكبانج والحاجات دي كلها ان هما بياكلوا الاكل يحسسوكوا ان هو مش مسكر، الاكل لذيذ كده وشكله حلو. لا، مسكر يا جماعه، مسكر، كل حاجه مسكره، كل حاجه حرفيا، كل حاجه التبوكي مسكر كل حاجه مسكره. فقليل قوي لما هتلاقوا حاجه مالحه صراحه. الموضوع ده عمل لي صدمه ثقافيه وحضاريه ونفسيه تذوقيه وكل حاجه. بس ايه تاني ضايقني مجيد؟ هو مش ضايقني، هو يعني حاجه كده مش مفهومه. يعني الناس حاولوا ينصبوا عليا او حاجه زي كده. يعني هما كوريين المفروض. ف يجوا لك يقول لك عايزين نصور معاك، شكلك حلو قوي، شكلك امور، شكلك حلو، انت جميله كده ازاي، انت منين، انت يقعدوا يسالوك اسئله. لا طب خلينا نتقابل. طب مفيش كوريين هيعملوا كده الا بسبب. فان هم يعملوا كده ان ما تخلوكوش مش زي انا ما كنتش في يعني في تركيزي قوي وهما بيكلموني، علشان انا ما استوعبتش ان هما ممكن يكونوا وحشين. كنت واخده فكره تصوريه ان هما كويسين كده يعني. فهما مش كلهم، بس في منهم ناس اسكام، يعني محتالين. فاللي هو حد يجي لك كده من تلقاء نفسه يقول لك هات لي تليفونك، عايزه اتصاحبك، عايزه اخرج معاك، عايز يا جماعه ما تصدقوهمش بجد. دول نصابين محتالين، عايزين يعملوا حاجه، او مثلا جماعات دينيه فعايزين يدعوك للدين بتاعهم. ايا كان يا جماعه ما تامنوش لحد والله بجد. مش حصل لي مشاكل الحمد لله، يا رب ربنا ما يجيبش مشاكل، بس كان ممكن يحصل لو انا يعني ما ركزتش، او ان انا ما فوقتش يعني. المهم ان انا سالت ناس كورية تانية اعرفهم من فتره يعني، فهم قالوا لي لا خلي بالك، وان ده ممكن يكون سكام او محتالين او كده، فابعدي احسن من كده. ما تامنوش لحد، يعني ما تصاحبوش قوي يعني ما تدوش يعني ارقامكم، معلوماتكم الشخصيه، كل حاجه للناس، لان هم مش كلهم كويسين، وانتم مش هتبقوا عارفين ان هم كويسين ولا مش كويسين. مش هيبان نركز
نتكلم بقى شويه عن مميزات كوريا، او المميزات اللي من ساعه ما انا جيت يعني. هما يعني صراحه شوارعهم نظيفه قوي، البلد نظيفه جدا. الناس كل واحد في حاله، يعني هو ما حدش هيضايقك، وممكن بس يبصولك بصة اللي هو يعني انت ايه اللي جابك عندنا. كده هما بيبصوا بس، يعني ما بيتكلموش الا لو في حاجه. يعني في ناس طيبه وتتكلم وتقولك انت منين وكده وشكلك حلو ويمشوا، ما ياخدوش معلومات منك ولا اي حاجه، وما بيمشوا بس بيجاملوك ويمشوا. في ناس لا هتبصلك بقرف كتير. وفي ناس عادي هما في حالهم يعني. بالنسبه ان هما يساعدوك، هما مش هيساعدوك. ما بيساعدوش حد. انا كنت بتكلم عن المميزات، باين رجعت تاني للعيوب. معلش. هما في ناس بتساعد، بس انا اول ما جيت حصل لي موقف في الكي تي اكس وانا بركب القطر بتاع الكي تي اكس عشان اوصل لبوسان. انا وقعت بالشنط من على السلم الكهربي. وقعت حرفيا وقعه، يعني كان ممكن اموت فيها لان الوقعه كانت صعبه قوي، والسلم كان بيتحرك، والسلم طويل طويل واقف كده. يعني هو مش زي بتاعنا مثلا، يعني مش زي العادي، السلم العادي اللي هو كده، لا هو واقف كده. والله يا جماعه واقف كده يعني، وطويل قوي. الشنط بتاعتي كانت تقيله، وهم مثلا محدش نبهنا ان اللي معاه شنط يركب الاسانسير. احنا رحنا نشوف الاسانسير لقيناه مقفول، كان في اسانسير مقفول. فاحنا قلنا خلاص يبقى هنطلع على اللي هو السلم الكهربي. فانا جايه اطلع، الشنط تقيله، المساحه بتاعت السلم نفسها مش يعني اصغر من حجم الشنط. فانا وقعت بالشنط. الشنط توازنها اختل، وانا توازني اصلا انا كنت تعبانه جدا عشان السفر كان طويل قوي، فخلاص ما كانش عندي طاقه، ما كنتش نمت 3 ايام حرفيا. ف... فانا وزني اختل والشنط وزنها اختل، فاحنا الاتنين وقعنا. الشنط وقعت عليا، انا وقعت حرفيا، يعني رقبتي دي كانت كده، يعني كان دمار. كل اللي حواليا هما كانوا عاملين بيبصوا لي بس، اللي هو يعني ايه اللي انتي فيه ده، اللي هو يعني ده ايه. فانا يعني انا الحمد لله يا رب وقعت وقمت في ساعتها، يعني هو كده كده، يعني ولا كأن حاجه حصلت، انا كويسه انا كويسه. بس قعدت احمد ربنا كتير والله العظيم، وقلت الشهاده وقلت الحمد لله يا رب ان انا كويسه، الحمد لله ان انا ما متش. برغم ان انا قمت بسرعه، بس قعدت احمد ربنا كتير ان انا صح، يعني ان انا عايشه يعني. حد ساعدني ولا حد قرب لي، اقسم بالله ولا حد قال لي انتي كويسه، ولا الهوا، ولا كانهم شايفين اي حاجه. هما يعني قاعدين يتفرجوا عليكي بس، هما بيبصوا كده يعني. اجنبيه بقى. ف... فيا جماعه ساعدونا، طيب يعني اعملوا اي حاجه يا جماعه، يعني خلونا ناخد انطباع كويس، ده احنا لسه جايين لكم، فما فيش الكلام ده. الموضوع ده كان في سول، مش بربط ان هو كان في سول ان هو كل اللي في سول كده، اكيد في ناس كويسه، بس هما الكوريين عموما قليل قوي اللي هتلاقيه بيساعدك. في حين ان الموقف ده حصل، خلاص انا الحمد لله بقيت كويسه، نزلت بالشنط، نزلت المره اللي بعدها حد كوري وقفنا وقال لنا انتوا طالعين بالشنط ليه؟ الشنط كده هتبقى صعبه عليكم في السينما الكهربي، فاركبوا الاسانسير ده. قلنا له ان كان في اسانسير تاني مقفول، وان احنا كنا عايزين نركبه، قال لنا لا اركبوا ده. فهو كتر خيره ساعد، بس هو يعني جه طبعا بعد ما الموضوع ده حصل. الوقعه واللخبطه دي. بس هو كتر خيره وشرح لنا يعني نركب ايه وكده. ركبنا الاسانسير ونزلت. ما كنتش يعني كنت بجري بالشنط حرفيا عشان القطر كان هيمشي. فانا بجري فبحاول اطلع الشنطه القطر عشان اركب. بطلع الشنط مش قادره، الشنط تقيله وانا تعبانه ولسه واقعه، فيعني ورجلي دي حرفيا كانت ورمه جدا بسبب الوقعه، ورمه ضخمه كده، بس الحمد لله. فالمهم يعني وانا بطلع الشنط كان في واحد ورايا وعايز يركب، وانا عامله له قلق. وهو مش عارف يركب مني، والقطر هيمشي. فقال لي اساعدك، قلت له شكرا يعني يا ريت. فراح ماسك الشنطه مطلعها،
ومشي. يعني قلت له شكرا، قال لي عفوا ومشي. في ناس هتساعدك وفي ناس لا مش هتساعدك. يعني حتى هو ساعدني عشان كان عايز يركب، لان انا كنت عامله زحمه يعني. بس الله اعلم، يمكن هو فعلا كان عايز يساعدني يعني. بس نرجع للمميزات تاني. مفيش مطاعم عربية، بس المطعم الهندي بيبيع أكل عربي، بس هو يعني مفيش عربي عربي. في أوزبكستان، مطاعم أوزبكستانية كتير كتير كتير. هم أصلا عددهم هنا كبير، فهم عاملين مشاريع هنا كتير قوي. في برضو مطاعم تركية، في حاجات كتير يعني. في مطاعم كتير حلال وفي أكل حلال، فالحمد لله. هو ده من أحد الأسباب أصلا إن أنا اخترت المكان اللي أنا فيه ده. هنا البلد كمان مش غالية، يعني مش زي سول. سول العيشة فيها غالية قوي، طبعا كلنا عارفين ده يعني. حتى اللي عايشين قريبين منها برضو العيشة غالية، فأنا قررت أبعد علشان مرتب المنحة مش دايما هيكفيك. مش دايما، هو بيبقى على حسب الشخص، ولكن مش دايما هتلاقي المرتب بتاع المنحة بيكفي. يعني على حسب مصاريفك الشخصية بس ممكن في وقت كده تلاقي الدنيا قفلت. ف... فعشان كده انا قررت ابعد، بحيث ان انا ما بقاش قلقانه من ناحيه المرتب زياده عن اللزوم. وان كمان هما مش سامحين لنا في المنحه ان احنا نشتغل. انت تشتغل بره يعني انت لو عايز جوه الجامعه تمام، بس بره لا، هيبقى صعب عليك توفر فلوس لو انت في سول او في اماكن حوالين سول. ده اللي انا سمعته، ده اللي خلاني ولمسته من ناس، يعني ناس قالوا لي كده كتير كانوا هنا. فعشان كده انا بعيد، يعني ايه، اخترت بعيد شويه عن سول. ومش بعيد اللي هو منطقه نائيه يعني، او منطقه مش حلوه، لا بالعكس جميله. وبسان حلوه يعني عموما. ف تمام يعني زي الفل. ايه تاني مش عارفة يعني، بس هو في المجمل المكان كويس، هتعرفوا تعيشوا فيه كويس، معظم الحاجات متوفرة فيه. ويمكن بس ان عشان البلد هادية قوي، فانت مثلا لو عايز زحمة او عايز منطقة حية تحس ان انت عايش في كوريا كده، مش هتحسوا الاحساس ده قوي هنا. يعني مش زحمه قوي المنطقه دي، مش زحمه قوي، فانت هتحسوا ان انتوا في بلدكم عادي. ما اختلفناش كتير. فلا لو مثلا رحت اماكن زحمه قوي زي قلب بوسان او مثلا سول، إلسان، تيجو، الحاجات دي هتحسوا ان انتوا في كوريا، لان في زحمه، في حياه كده. هنا هاديه قوي، فالناس اللي بتحب الاماكن الهاديه ينبسطوا هنا. الناس اللي عايزه زحمه وعايزه لمه وعايزه انوار وكده، لا ما تجوش. هيجيلكوا صدمه عاطفيه. ده اللي انا كنت عايزه اقول لكم يعني. اكيد في فيديوهات تانية كتير، يعني فيديوهات تانية لو انا لقيت حاجات نتكلم عليها برضو مميزات وعيوب اكيد هعملها، بس ده علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وشكرا لتعليقاتكم الحلوه، انا ببسط قوي بيها بجد. حتى بتبقى نفسيتي مش حلوه من كتر الضغط والامتحانات. وعلى فكره انا عندي امتحانات كتيره جدا. للناس اللي جايه للمنحه. جماعه انتوا هتتهروا امتحانات، فيعني ما تتصدموش من ان انتوا هتيجوا هتلاقوا امتحانات كتير. انا هبقى اتكلم في فيديو تاني عن المنحه والمميزات والعيوب برضو بتاعتها، علشان تقريبا محدش اتكلم عن الموضوع ده كتير. بس يعني لو انتوا جايين اعملوا حسابكم ان شاء الله في امتحانات كتير ان شاء الله، كل شهر، كل اسبوع. كل 3 ايام، كل يوم. ان شاء الله يا رب اللي نفسه يجي كوريا يجي، وما تستسلموش ولا تيأسوا. يعني الموضوع هيجيلكم ابسط ما انتوا كنتوا متخيلين، يعني هو من عند ربنا، وحاجة انتوا ما كنتوش هتتوقعوها يعني هتلاقوها. بس خلوا عندكم ثقة في ربنا ان هو هيعمل لكم اللي انتوا عايزينه. يعني ادعوا ربنا من قلبكم ان يا رب انا عايز الحاجة دي، انا عايز اسافر، انا والله العظيم والله العظيم ربنا هيتقبل ان شاء الله. انا كنت كده وابسط مما تتخيلوا، والحمد لله يعني ربنا وفقني وجيت. فتقولي ان شاء الله ربنا يوفقني في اللي جاي، عشان اللي جاي مش سهل ابدا. فادعولي ان شاء الله وانا ادعي لكم ان شاء الله ربنا يوفقكم وتيجوا بالسلامه، عشان
يمكن نتقابل يمكن. اشوفكم على خير.